لو عندك دور برد أو زكام تاخد البنادول الأصفر ولا الأخضر؟ الفرق مش في اللون، اسمعني للآخر عشان ما تغلطش. مبدئيا الاتنين فيهم مادة الباراسيتامول اللي هي مسكن وخافض الحرارة اللي موجودة في البنادول العادي أو الإكسترا. لكن البنادول الأصفر هتلاقي مكتوب عليه بنادول كولد أند فلو دي يعني إيه؟ يعني نهاري. ليه بقى؟ لأنه بيحتوي على مادة الاحتقان اسمها فينايل إفرين مع كافيين، والكافيين ده بيدي شعور بالنشاط والحيوية فما يسببش نعاس. مناسب جدا في النهار عشان تقدر تكمل شغلك أو يومك عادي. طبعا بيعالج الرشح والزكام والصداع واحتقان الانف. اما البنادول الاخضر هتلاقي مكتوب عليه بنادول كولد اند فلو نايت. نايت يعني ليلي لانه بيحتوي على ماده الاحتقان سودوفيدرين مع ماده مضاده للحساسيه اسمها كلورفينرامين. الماده ديت بتعالج اعراض البرد بس بتسبب النعاس، فمناسب فقط بالليل او قبل النوم او شخص قاعد في البيت. ايه الخلاصه؟ الاصفر للنهار والناس الشغاله او اللي رايحه امتحانات، الاخضر بالليل للناس اللي قاعده في البيت او مش فارق معاها موضوع النعاس ده. ما ينفعش تستخدم الاتنين في نفس الوقت بدون استشارة الطبيب، والاتنين ما ينفعوش لمرضى الضغط والقلب والحوامل. واخيرا الله يديم عليكم الصحة والعافية، ولو استفدتم من المعلومة ما تنسونيش من لايك ومتابعة، والسلام عليكم.